السلام عليكم، معكم منى. قبل ما اتكلم في اي موضوع يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي مع منى وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. يا ريت دلوقتي تدوسوا على الاشتراك وما تنسوش عشان انتوا بتتفرجوا على الفيديو وتنسوا تدوسوا على الاشتراك. يا ريت ما تنسوش عشان القناة تنتشر والناس تتفرج عليها. نتكلم النهاردة عن موضوع المثلث الذهبي في مصر. دي منطقة اقتصادية كبيرة في صعيد مصر، تقع ما بين سفاجة والقصير وقنا. المنطقة دي هيبقى فيها استثمارات كبيرة جدا، هتكلف استثمارات ب62 مليار جنيه لمرحلة أولى بس. المنطقة دي لقوا فيها معادن كتيرة، لقوا فيها معادن فلزية وغير فلزية، فيها زنك وفيها نحاس، فيها حديد، فيها ذهب، فيها فضة، جرانيت، فوسفات. وبكده ممكن نعمل مصانع في نفس المنطقة. فعملوا مصانع كبيرة، عملوا مصانع أسمنت وإزاز وسيليكون وكيماويات ورقائق كمبيوتر. رقائق الكمبيوتر دي مهمة قوي للصناعات كتيرة. وكمان هنعمل مصنع أسمدة عشان عندنا فوسفات بكمية كبيرة. احنا عندنا فوسفات بكمية كبيرة في العالم يعتبر. المثلث الذهبي ده أهم من مشاريع مصر الكبيرة، بتخدم جنوب البلاد وبتهتم بالمعادن اللي في الصحراء الشرقية اللي قلتلكوا عليها. المساحة بتزيد عن 2.2 مليون فدان. هيبقى فيها مناطق صناعية تعدينية وزراعية وتجارية. فيها جذر استثمار صناعي عشان ندعم التنمية الاقتصادية في صعيد مصر. هنوفر فرص عمل للمواطنين، هيبقى فيه جذب السكان من القاهرة أو الجيزة أو اسكندرية، المناطق اللي هي فيها كثافة السكانية عالية ممكن يجوا للمناطق دي فيها عشان العمالة، وبكده هيخففوا الضغط على المدن الكبيرة دي وهيقللوا البطالة، ويبقى فيه تنمية صناعية مصرية كبيرة. وكده هنعزز الصادرات، هنصدر من ميناء سفاجة، عملوا فيه تطوير كبير جدا. هنصدر للخليج وآسيا وأوروبا وكمان لأفريقيا. وكمان في طبعا فايدة لينا محليا، يبقى الصناعات دي هتبقى محليا لينا بدل ما نستورد الحاجات دي. الحاجات دي هتبقى موجودة عندنا المصانع بتاعتنا فيها الحاجات بتاعتنا بدل ما نستورد الحاجات دي من بره. كمان عندنا هيبقى في مناطق سياحية في المنطقة دي، منطقة المثلث الذهبي. مشروع المثلث الذهبي ده فيه كمان سياحة كبيرة، فيها محميات، في 22 جزيرة، جزر البحر الأحمر. فيها محميات، فيها طيور نادرة، فيها تنوع حياة بحرية، أسماك نادرة. فيها كمان سياحة، فيها جبل شايب، وفيها محميات زي وادي علبة وحماطة، وفي حاجات تانية كمان. وبكده المشروع ده ضخم جدا وهيفيد مصر باستثمارات تانية. وطبعا المشروع ده فيه 6 مراحل، احنا لسه في المرحلة الأولى وهنكمل هنعمل ال5 مراحل التانيين بعد كده. هتكلم في موضوع تاني في قرية اسمها قرية الجزائر. قرية الجزائر دي مش في دولة الجزائر. قرية الجزائر دي في مصر، في مركز بلقاس، في محافظة دهلية في شمال القاهرة في الدلتا. دي فيها ايه؟ فيها مشروع كبير جدا، فيها مشروع صوب زراعية، اكبر منطقة فيها صوب زراعية على مستوى مصر. جميع سكانها بيشتغلوا في الصوب الزراعية دي. عدد الصوب 30,670، معظمها بينتجوا خيار وفلفل. فالقرية دي مشهورة قوي بالصوب الزراعي. احنا مصر مهتمة بالمشاريع الزراعية ومهتمة بالمشاريع الصناعية. محدش يقول بقى احنا مش مهتمين بالصناعات والمصانع، لا احنا مهتمين في كل المجالات. موضوع تاني، مصر تستعيد عرش القطن. عندنا القطن طبعا مشهور طويل التيلة، وكمان عندنا قصير التيلة.
في مصنع غزل أرباب المحلة هيبدأ تصدير لأوروبا ودول الخليج. اهتموا بتوسيع في زراعة القطن، وبدأ الجني في 255 ألف فدان ب18 محافظة. كفر الشيخ دي بتتصدر وجه بحري ب84,257 فدان، والفيوم وجه إبلي حصاد 1250 فدان من الأقطان. قصيرة الديلة بتشكى، وشرق العوينات بالشر المقبل. تركز الدولة المصرية على استعادة عرش القطن من تاني بعد سنين من تراجع المساحات الزراعية، وهنبقى في الأسواق العالمية من تاني بعد ما زودنا المساحة المزرعة للأقطان. طويلة الديلة بالذات من زراعة قطن. وكمان عندنا قصيرة الديلة في شارع عينات وتشكى. وبنطور المصانع بنحو 32 مليار جنيه، وبالفعل بدأنا في الماكينات. جبنا ماكينات وفي المصانع وشغالة، وهنصدر للخارج عبر مصنع غزل 4 بشركة غزل المحلة. في موضوع تاني، شركة قطرية تضخ $1 مليار في الاقتصاد المصري وتوفر 5000 فرصة عمل. شركة اسمها ديار القطرية هتعمل مشروع في القاهرة مقداره $1 مليار، وده طبعا هيدعم القطاع السياحي في مصر، وهيعمل تنمية طبعا اقتصادية. والاستثمار ده مهم لينا ومهم لقطر. هتستفاد قطر ومصر هتستفاد زي ما بنعمل احنا استثمار في السعودية، برضو السعودية بتعمل استثمار في مصر، ودي حاجة عادية اقتصادية مهمة قوي ان الدولتين بيستفادوا. وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة. وبكده الحلقة خلصت،